مولودية الجزائر يضع قدما في منصة تتويج البطولة المحترفة لكرة القدم لموسم 2025-2026، وذلك بعد الفوز المحقق أمام فريق شباب بلوزداد في إياب مباراة البطولة الوطنية على هامش المباراة المتأخرة من الجولة السادسة عشر. مباراة كانت مهمة لكلا الطرفين، كانت مهمة لمولودية الجزائر لضمان الأسبقية وكذلك توسيع الفارق بينها وبين أقرب الملاحقين شبيبة الثورة. اليوم الفارق ولا 9 نقاط، بالإضافة إلى أنه شباب بلوزداد كانت مهمة له هذا المباراة لأنه كان قادر من خلال هذا المباراة أنه يقترب شيئا فشيئا من مقدمة الترتيب، وكذلك عنده 4 مباريات متأخرة وكان راح يخليه دائما ينافس على البطولة الوطنية وعلى مقدمة الترتيب. لهذا اليوم أنا نقول أنه هذه المباراة راح يكون عندها دور كبير في تحديد النادي الذي سيفوز بالبطولة الوطنية والذي يقترب منه مولودية الجزائر من جولة إلى أخرى ومن مباراة إلى أخرى. في هذا الفيديو حنتكلموا أيضا على المباراة الثانية اللي كانت متأخرة سهرة الأربعاء بين شبيبة القبائل وكذلك اتحاد الجزائر اللي كانت على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية، وفاز بها شبيبة القبائل في مباراة صعبة كانت على الشبيبة، رغم أنه فاز بها إلا أنه لعب بذكاء، عرف كيفاش يعود ب3 نقاط في هذا اللقاء اللي ما عرفش كيفاش يسيروا اتحاد الجزائر، وعنده عدة عوامل انهزام اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد رغم انه ينافسوا على منافسه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. اسباب الانهزام سبب فوز المولوديه، طريقه اللعب اللي كانت في ملعب نيلسون مونديلا، الاحداث اللي صارت في هذا اللقاء، بالاضافه الى العديد من الامور اللي راح نتكلموا فيها في هذا الفيديو. بقوا معنا، لكن قبل ذلك ما تنسوش الاشتراك في القناه وكذلك الضغط على اللايك وزر الاشعارات باش يوصلكم كل جديد، وعلقونا باش نعرفوا رايكم في واش صرا في مباراتي شباب بلوزداد مولودية الجزائر بالإضافة إلى اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل. إذن مولودية الجزائر اليوم فاز بلقاء مهم أمام فريق شباب بلوزداد اللي راهو ينافس دائما على البطولة الوطنية في كل موسم. اليوم مولودية الجزائر عارفة من أين تؤكل الكتف. مدرب المولودية خالد بن يحيى دخل من أجل مهمة وهي تسجيل هدف وتسيير اللقاء بذكاء، رغم انه هذا اللقاء ما شفناش فيه كرة القدم، ما شفناش فيه طريقة لعب من كلا الطرفين، ما شفناش فرص عديدة من كلا الطرفين. شفنا هدف لمولودية الجزائر في اول دقائق المباراة، وبعدها كانت فيه احداث، كانت فيه عدد من الفرص الغير سانحة للتسجيل. شفنا انه كان فيه انفعال من قبل اللاعبين، ملاسنات، مشاجرات، يعني ما قدرناش نشوفوا مباراة في كرة القدم صراحة من كلا الطرفين ويتحمل مسؤوليتها اللاعبين من هذا وذاك. البعض ربما يتكلم عن البطولة الوطنية وينتقد المناصرين في بعض الأحيان. اليوم الجمهور كان غايب على المدرجات، كنا حابين نشوفوا الفرجة، كنا حابين نشوفوا مباراة في كرة القدم، إلا أنه اليوم مولودية الجزائر سجلت في بداية اللقاء. قلنا أن المباراة راح تكون مفتوحة نوعا ما، ربما راح يبادر شباب بلوزداد، راح نقدر نشوفوا مباراة مثل ما شفنا في كأس الجمهورية، شفنا 5 أهداف في هذاك اللقاء وتمتعنا بها رغم الأحداث اللي صارت في هذاك اللقاء، إلا أنه الأهداف دائما ما تخليك تستمتع باللقاء. اليوم ما شفنا يعني بعض الممارسات من قبل اللاعبين، شفنا ملاسنات، شفنا صحيح انه حارس مولودية الجزائر انقذ مولودية الجزائر في عدد من الفرص، الا انه ما شفناش عدد كبير من الفرص، ما شفناش طريقة لعب، ما شفناش فريق يبادر، ما شفناش فريق يفتح، ما شفناش فريق يسيطر في هذا اللقاء. صحيح انه فريق مولودية الجزائر فاز ببعض الفرديات، كان الاحسن من الجانب الفرديات في الكرة الثانية، الا انه شباب بلوزداد كان الاحسن في الكرة القصيرة، كان يحاول انه يسيطر على هذا اللقاء لكن من دون جدوى وكذلك من دون فرص سانحة للتسجيل في هذا اللقاء. اليوم مولودية الجزائر صحيح انه فاز بهذا اللقاء، وسع الفارق مع الملاحق، اليوم هو الأقرب للفوز بالبطولة الوطنية للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز لمولودية الجزائر، لإدارة المولودية، لهذا الجيل من لاعبي مولودية الجزائر. لكن وجب التركيز من قبل اللاعبين لأنه راهم يمثلوا قميص مولودية الجزائر، وكذلك راهم يمثلوا نادي عريق بحجم مولودية الجزائر، لأنه واش صرا اليوم ما يمثلش
مولودية الجزائر وما يمثلش أنصار مولودية الجزائر وما يمثلش هذا النادي العارق. وكذلك شباب الوزداد، بعض لاعبي شباب الوزداد اليوم ما حملوش شرف هذا القميص كما يجب، سواء من ناحية المستوى أو حتى من ناحية الممارسات والسلوكيات اللي كانت في هذا اللقاء. أنا اليوم يعني حقيقة نستطيع القول أنه بطاقة حمراء لكل اللاعبين اللي ما كانوش في الموعد، جل اللاعبين باش ما نقولوش الجميع، لأنه اليوم كانت مهزلة كروية بين كلا الطرفين، بين الشباب والمولودية في بعض الممارسات، في بعض السلوكيات اللي شفناها على أرضية الميدان. وكذلك نتكلموا على طرف آخر هو التحكيم في هذا اللقاء، ما عرفش يسير اللقاء، ما عرفش يتحكم في سلوك اللاعبين، لأنه شفنا أنه كان هناك تمرد من قبل اللاعبين، كان هناك سلوكيات كانت ممكن أنه تخرج المباراة عن إطارها الرياضي. لهذا التحكيم يتحمل جزء كبير من مسؤولية واش صرا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أنه كان فيه هناك بعض اللقطات اللي ما تدخلش فيها التحكيم وما تدخلتش فيها غرفة الفار. احنا عندنا غرفة الفار، أنا كنت نستنى أنه هناك عدد من اللقطات تدخل فيها غرفة الفار، سواء من ناحية سلوكيات بعض اللاعبين أو حتى لبعض الفرص من جهة مولودية الجزائر أو حتى من جهة شباب الوزداد. انت لما تشوف لقطة ثابتي فلا بد على الحكم أن يعود لغرفة الفار باش نشوفوا حنايا هل هناك ضربة جزاء أو لا. لما تكون هناك لقطة مثل لقطة بوكرشاوي مع عبد اللاوي في آخر أطوار اللقاء، لابد على الحكم أن يتوجه لغرفة الفار للتأكد من إمكانية وجود ضربة جزاء من عدمها. لهذا أنا حقيقة بقيت نتساءل خلال هذا اللقاء ما سبب عدم تدخل غرفة الفار في هذا اللقاء اللي كان يعتبر مصيري ومهم جدا للفريقين، واللي كان ممكن أنه يكون متعة على أرضية الميدان. التحكيم قلت أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا اللقاء لنبيل بوخلفة، وما عرفش يسير هذا اللقاء سواء من ناحية اللاعبين أو حتى من ناحية الفرص المصنوعة والفرص اللي كانت فيها شكوك كبيرة بوجود ضربات جزاء كما قلت من كلا الطرفين. نتكلموا على شيء آخر اللي هو بعض اللاعبين اللي خرجوا على الإطار الرياضي وما كانوش مركزين فوق أرضية الميدان. تكلموا على لاعب هو أيوب عبد اللاوي. أيوب عبد اللاوي يعتبر قائد مولودية الجزائر، وكان يمر بفترة جيدة في عدد من الفترات خلال الموسم الماضي هذا الموسم، إلا أنه في مباراة اليوم ما عرفناش حتى من ناحية المردود ما كانش الأحسن وما كانش يقدم في مردود كبير. اليوم شفنا أنه كان خارج الإطار الكروي وكان يقوم بأمور يعني تثير الكثير من التساؤلات. حتى لما تروح تشوف انت الكرة الأخيرة اللي كانت بينه وبين بوكرشاوي، وكانت ربما تقدر تكلف مولودية الجزائر غاليا بوجود ضربة جزاء لشباب الوزداد إن أعلن عنها الحكم، لأنه لاعب جاك بظهره ما كانش خطر كبير عليك، لأنه انت راك مع اللاعب راك تراقب فيه، تراقب في الحركات تاعو، إلا أنه تعامل مع اللقطة بسذاجة وكذا تكلف مولودية الجزائر ضربة جزاء، رغم أنه ما كانتش خطيرة تلك الكرة وكان بإمكانه أنه يسيطر على الكرة وكذلك يدافع بشكل أحسن في تلك اللقطة. لذا وجب على اللاعبين التركيز على مستواهم الكروي، على مردودهم داخل أرضية الميدان، وعدم الدخول في سياقات أخرى ممكن أنه تخرجهم على الإطار الكروي. ممكن أنه اللقاء حتى يكون بعيد عن أنه مباراة في كرة القدم. لهذا نتمنى أن السلوكيات هذه ما تكونش في قادم المواعيد من كل اللاعبين، ليس فقط من لاعبي مولودية الجزائر أو حتى من لاعبي شباب الوزداد، من كل اللاعبين، لأنه اليوم اللقاء خرج عن إطاره الكروي من قبل عدد من اللاعبين كما قلت عبد اللاوي بالخير، عدد كبير من اللاعبين، لأنه نتمناو هذا الشيء ما يتعاودش وما نشوفوهش على أرضية الميدان، لأنه ما يمثلش كرة القدم، ما يمثلش شباب الوزداد وما يمثلش مولودية الجزائر، لأنه فريقين عريقين والجمهور راهو يشوف كرة القدم باش يتمتع، باش يشوف الفرجة فوق أرضية الميدان، وانتم لي زاكتور داخل أرضية الميدان وانتم اللي تخلونا نتمتعوا أو لا. لهذا اليوم إذا ما كنتوش انتم حاضرين ما كاش كرة قدم وما كاش مباراة في كرة القدم، وهذا الشيء يعني يندى له الجبين، ونتمنوا أنه ما نشوفوش، ونتمنوا أن الرابطة المحترفة لكرة القدم تعرف كيفاش تتصدى لمثل هذه الحركات وهذه السلوكيات، لأنه في كل مرة رانا نشوفوها
ويعني دائما ما تكون هناك عقوبات، لكن راهي تتعاود من مباراة إلى أخرى ومن جولة إلى أخرى. إن شاء الله ما نزيدوش نشوفوها، وهذا واش نقدر نقول. نروحوا المباراة الثانية اللي كانت بين شبيبة القبائل وكذلك اتحاد الجزائر. المباراة كانت نستطيع القول أنه كانت من طرف واحد، من طرف اتحاد الجزائر، لسيطر على جل أطوار اللقاء، إلا أن شبيبة القبائل في هذا اللقاء جاء من أجل مهمة واحدة، هي العودة ب3 نقاط بطريقة ذكية. وهذاك واش كان دخلوا في هذا اللقاء، سجلوا الهدف الأول من ركلة ثابتة كان سجلها المدافع مدني برأسية محكمة، كانت سكنت شباك الحارس أسامة بنبوط، وبعدها ما شفناش الشباك تهتز سواء من جانب شبيبة القبائل أو حتى من اتحاد الجزائر. كانت فيه سيطرة من قبل اتحاد الجزائر في جل أطوار اللقاء، وشبيبة القبائل عرف كيفاش يتصدى للهجمات اتحاد الجزائر، بالإضافة إلى الرعونة الهجومية لفريق اتحاد الجزائر اللي رانا نتكلموا عليها للمرة الألف. يعني كاين مشكل كبير في الجانب الهجومي لفريق اتحاد الجزائر، دائما ما يضيع العديد من الفرص، حتى أنه نفس اللاعبين رانا نشوفوهم في كل لقاء يضيعوا الفرص برعونة كبيرة. لكن بعد الحديث عن الفعالية الهجومية الغايبة لاتحاد الجزائر، لازم نتكلموا أيضا على حارس اليوم قام بدوره كما يجب، وكان الأحسن على أرضية الميدان اللي هو غاية مرباح حارس شبيبة القبائل. تصدى الجل اللقطات وجل الهجمات تاع فريق اتحاد الجزائر في هذا اللقاء، وكان الأحسن في هذا اللقاء، وهو اللي ساهم بشكل كبير في فوز شبيبة القبائل في هذا اللقاء، رغم أنه الشبيبة راهي تمر بفترة صعبة وكان غايب عليها واحد من ركائز الفريق في الدفاع. لكن الدفاع كان في يوم اليوم اللي هو المدافع الدولي زين الدين بالعيد، شفنا أنه كان فيه دفاع جيد لفريق شبيبة القبائل، وحارس جيد جدا تصدى العدد من الهجمات الخاصة باتحاد الجزائر. كما قلت عرف كيفاش يسير بذكاء هذا اللقاء، لأنه يحتاج هذا 3 نقاط اللي ممكن أنه تكون هامة وهامة جدا وثمينة في سباق العودة إلى مقدمة الترتيب للظفر بما كانت تؤهله إلى المنافسات الإفريقية في الموسم القادم. وهذا هو الهدف اللي ما لازمش يروح الفريق شبيبة القبائل اللي بدأت تولي للمنافسات الإفريقية، راهم حابين دايما يبقاو يلعبوا بشكل منتظم على المنافسات الإفريقية باش يعاود يولي لمستواه المعهود، ويولي للقارة الإفريقية كسيد، كفريق يتوج بالألقاب مثل ما اعتدنا عليه في عقود مضت، خاصة وأن الشبيبة واحد من أكبر الأندية الإفريقية في المنافسات القارية. نتكلموا أيضا على اتحاد الجزائر اللي اليوم ما حققش الفوز، شباب بلوزداد اللي ما حققش الفوز رغم أنه يلعبوا في المنافسات الإفريقية، وهذا كان منتظر. أنا كنت نستنى أنه راح يكون هناك سقوط للأندية اللي راهي تلعب على جبهات عدة، لأنه راهم يلعبوا كل يومين 3 أيام، وهذا راح يرهق العديد من اللاعبين، بالإضافة إلى الغيابات اللي تأثر بها الفرق اللي راهي تلعب في المنافسات الإفريقية. شفنا أنه شباب بلوزداد عنده عدد من الغيابات في ركائز الفريق، عنده الملالي، عنده كذلك شعيب كداد، وعدد من اللاعبين. بن حمودة أيضا المهاجم الصريح تاع الفريق واللي يعتبر أساسي في كل المباريات، كانوا غايبين في مباراة اليوم أمام مولودية الجزائر بسبب تراكم المباريات وبسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين 3 أيام، وهذا يسبب لك إصابات ويرهق لك اللاعبين، تنتظر يعني أنه تنهزم في مباراة من المباريات، خاصة أمام خصوم يمتلكون الفرديات، عندهم لاعبين ذو جودة وذو نوعية يلعبوا معك، وهما يلعبوا في كل أسبوع مرة، في كل 10 أيام مرة، يكونوا جاهزين فنيا بدنيا. لهذا اليوم كان منتظر أنه هذه الفرق ممكن أنه تسقط، ممكن أنه تنهزم في هذه اللقاءات أمام أندية راهي تلعب بشكل منتظم في كل أسبوع مرة أو في كل 10 أيام مرة. شفنا أنه مولودية الجزائر اليوم كان أحسن بدنيا، شفنا أنه هناك إرهاق نوعا ما على فريق شباب بلوزداد، بالإضافة إلى اتحاد الجزائر أيضا عنده غيابات يعني هامة وغيابات مؤثرة، اللي شفنا أنه عبادة راهو مع المنتخب الوطني، تشيمالون راهو مع المنتخب الكاميروني، كاماغاتي أيضا لاعب دولي مع المنتخب الإيفواري لأقل من 23 سنة. غيابات أثرت على فريق اتحاد الجزائر، ليس هو السبب الرئيسي، إلا أنه هذه الغيابات تتأثر بالإضافة إلى الإرهاق البدني على اللاعبين اللي راهم يشاركوا في عدة منافسات. والحمد لله للرابطة المحترفة تفطنت
وأجلت مباريات الدور النصف النهائي من كأس الجمهورية اللي ممكن أن تعود بالفائدة على هذه الفرق اللي راح ترتاح نوعا ما، لأنه عندها عدد من المباريات المتأخرة اللي لازم تلعبها، والبطولة الوطنية لازم تنتهي قبل شهر جوان المقبل، لأنه هناك فعالية كأس العالم مثل ما فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم. لهذا كان منتظر أنه هذه الفرق تسقط في مباراة من المباريات، وليس لأنه هذه الفرق ما عندهاش مستوى أو هذه الفرق ليست جيدة، إلا أنه لازم تستنى وانت تلعب على عدة جبهات وما عندكش نوعية كبيرة من اللاعبين وجودة كبيرة من اللاعبين في بنك الاحتياط، فبالتأكيد راح تسقط في هذه المباريات وتنهزم وتنتظر هذا السيناريو في الرابطة المحترفة الأولى، خصوصا وأنه هذا الفرق كانت لازم في بداية الموسم أنه تفكر في إثراء الاحتياط وبنك الاحتياط، لأنه أراك تلعب على عدة جبهات. هنا اليوم طحنا في نفس الموقف، هناك فرق تلعب على 3 جبهات وفرق تلعب على جبهة واحدة. هذه الفرق اللي تلعب على 3 جبهات ما عندهاش لاعبين ممكن أن يقدموا الإضافة في مباراة من المباريات المتأخرة. احنا نعرف أنه مهمة، لأنه الفريق في حال تضييع واحد من الأهداف المسطرة أو الأهداف المسطرة وما يكونش في مقدمة الترتيب ممكن أنه يضحي بمشاركة في المنافسة الإفريقية في الموسم القادم. نتمنى التوفيق لكل الفرق. ألف مبروك لشبيبة القبائل، ألف مبروك لمولودية الجزائر الفوز في هذا اللقاء المهم أمام شباب بلوزداد. نتمنى أن نشوفوا مستوى أحسن في قادم المواعيد، ونتمنى أن نشوفوش أيضا السلوكيات اللي شفناها اليوم في مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر. وانتم اعطونا في التعليقات رأيكم في واش صرا اليوم، سواء في مباراة المولودية وشباب بلوزداد ومباراة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل، وكيفاش تشوفوا السيناريو البطولة المحترفة الأولى قبل بعدة جولات من نهايتها واقتراب المولودية من الظفر بهذا البطولة وهذا النسخة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل النهاية مشاهدينا أنتم ما تنسوش الاشتراك في القناة، التعليق، الضغط على اللايك وزر الإشعارات باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.